هو بس مش طايق يسمع صوتك، وعلميا وطبيا معاه كل حق. إذا شايف إنه ابنك قالب وجهه بخلقتك، وبس تدخل على الغرفة بيمسك تليفونه وبيتمنى الأرض تبلعه ولا يقعد معاك، ما تنجلط. الموضوع مش قلة أدب ولا عناد، القصة أكبر من هيك بكثير. عشان تعذره وتفهمه، خليني أحكي لك شو اللي بيصير بدماغه من ناحية طبية وعلمية، وبعدها هعطيك الحل. العلماء عملوا رنين مغناطيسي لدماغ المراهقين، واكتشفوا إنه الدماغ في هاي الفترة ببطل يتأثر أو يتجاوب مع صوت الأم والأب زي ما كان طفل، وبتصير خلاياه بتنجذب لأصوات الناس الغريبة برا البيت. هذا النظام هو نظام رباني طبيعي عشان يتجهز نفسيا للاستقلال وبناء حياته. في منطقة بالدماغ بسموها الأميجدلا المسؤولة عن المشاعر، هاي بتكون قاطعة شوط وشغالة، بينما المنطقة المسؤولة عن المنطق والتحليل لسه ما كملت نموها. يعني المراهق بيكون عايش بفيضان مشاعر وضوجان ومش عارف يفسره، فبيفش غله بالانسحاب وانه يبعد. هرمونات النمو والبلوغ تعمل بالجسم كمان عمايلها، بتخليه احيانا تعبان ومضغوط وحاسس انه الكل ضده ومش فاهم. شو الحل؟ كيف انك تقلب الموجة عشان ترجع ابنك لحضنك ويحب يقعد معاك؟ بدك تطبق هالمعادلة فورا. اول اشي بدك تسمع اكثر مما تحكي. المراهق بيموت رعب من جملة على دورنا كنا هيك. اسمع قصته للاخر بدون ما تعطيه حكم ومواعظ وتوجيهات. اعطيه برستيجه ومساحته، اعتبره صاحبك الجديد مش متهم تحت التحقيق. بلاش اسئله من نوع وين كنت مع مين وليش تاخرت، لانه هو لما يرتاح لك تلقائيا حيجاوبك هاي الاسئله لحاله، حيحكي لك كل شيء من دون ما تطلبه. واخر اشي، بدك تغير طريقه طلبك. بدل الاوامر العسكريه زي قوم نظف غرفتك، جرب احكي له حبيبي حاب نطلع نغير جو، ونروح نشتري لنا شغله ناكلها. بس رتب غرفتك على السريع عشان نطلع وننبسط. يا جماعة، المراهقة مش مرض، المراهقة مرحلة انتقالية صعبة عليه أكثر من ما هي صعبة عليك. طولوا بالكم عليهم، أعطوهم أمان ومساحة، وصدقوني هي فترة وبتمرق وراح يرجعوا يسندوا ظهركم طول العمر. لا تنسوا تشاركوا هذا الفيديو مع كل أب وأم محتارين مع أولادهم. ابنك المراهق ما بيكرهك،